وما كانش يعرف ان في شخص تاني وراه. لا تاني ايه، قول رابع بقى، ده رابع واحد يدخل البيت، وهو خالد، محامي ماسك قضية قوية جدا، بيدور على وثيقة ممكن تطلع موكل عنده براءة من جريمة مؤبد. بس الوثيقة دي اتقالت له ان هي مدفونة او موجودة قريبة من البيت ده، ومن هنا قرر يدخل البيت عشان يشوف اللي موجود. خد بالك مفيش اي صدفة تجمع كل الافراد دي قدام البيت من دافع الفضول في بيت غريب، لكن المرعب اللي جاي، اللي هو مفيش اي حاجة صدفة. تمام؟ سامعني ايها الهاوي؟ وقف مهاب قدام البيت وبدون تردد للحظة زق الباب بالراحة. مع صوت تزييق الباب طلعت ريحة رطوبة مختلطة بشوية غبار من جوه، وأول ما عينه جابت أوضة مفيهاش إلا أساس تقريبا متهالك، ستاير دايبة بتتحرك رغم إن مفيش رياح. شغل كشاف موبايله فانعكس ضوء الكشاف على صورة قديمة على الحيطة. قرب من الصورة، هي كانت صورة الراجل عجوز بملامح صعبة جدا، عينه كأنهم مخترقين شكله، طالعين لبره ومغطين على ملامحه كمان. وشه واخد شكل المثلث مع دقن بارزة من تحت وعليها طبع حزن، خاتمها من الآخر كده.